مجددا ارحب بخالد بلطار رئيس نادي الشباب. اهلا بك مجددا. يعني الكاس هذا انا اعرف انه كاس الملك استلمتوه قبل اسبوعين، بس هالكاسين وشي؟ هذا كاس سيدي خادم الحرمين الشريفين، وهذا كاس دوري الشباب هذه السنه تحت 19 سنه، وهذا كاس الاتحاد للشباب تحت 19 وش سنه. المقصد من انك تقدمها هذا نتاج عمل الاداره وعمل الشبابيين هذه السنه من 9 بطولات ينظمها الاتحاد السعودي. الشبابيون فازوا ب3 بطولات. يعني لكل شبابي له ان يفخر انه اخذ نصيب الاسد والكعكه الكبرى من بطولات الاتحاد السعودي. هذا هو الحاضر وهذا المستقبل. عملنا ماشي في الطريق السليم. إدارتنا استطاعت أن تبحر بالفريق وتبحر بالنادي عبر صعوبات كبيرة واجهناها هذه السنة، لكن استطعنا بالتوفيق من الله أننا استطعنا نبحر فيها للنهاية. طيب. احنا عندنا 3 أجزاء في الحلقة. أنا سأقسم الأجزاء إلى جزء المعارك وجزء الإنجاز وجزء القرار، وهو الجزء الذي ينتظره كثيرون منك الليلة. أعتقد أنك ستعلن قرار مهم الليلة. طيب نبدأ. أختار أنا البداية ولا تختار أنت البداية؟ والله على كيفك، أنا ضيفك. نبدأ بالمعارك. والله لا معارك بالرياضة، الرياضة تنافس. هي معارك رياضية، معارك نعم. رياضية ليست معارك دموية، معارك رياضية. تفضل. مع اتحاد الكرة كل ما يدور أو انتقادات يوجهها خالد البلطان لاتحاد الكرة هي على خلفية الانتخابات وخسارة مرشحك خالد بن معمر. لا، غير صحيح، بالعكس. احنا كان من المفروض الاتحاد السعودي انه يوحد الصفوف، كان المفروض ان الاتحاد السعودي انه يقوم بمبادرة وإزالة آثار الانتخابات بشكل واضح، ولكن هذه مبادرة المفروض يقترفها الطرف الفائز مش الطرف الخاسر. هذا أولا. أو هذه عادة الانتخابات، لما يفوز رئيس أي اتحاد قاري أو محلي يوحد الصفوف. جميل. هذا ما لم يحدث في الاتحاد السعودي. لا نتعامل مع بالعكس. ايش توحيد الصفوف اللي كان مطلوب؟ كان مطلوب توحيد الصفوف، يعني دمج الطموح وتقريب الشخصيات المؤثرة بحيث يتم البناء المشترك والمنظومة الوحدة ونكون شركاء. ما أبعدوا، لكن السفينة قاعدة، برأيي أنا، هذا رأي شخصي، إن السفينة قاعدة تمشي بطريقة مختلفة عن حتى ما أثير من حملات انتخابية. يعني الوعود الانتخابية لم يتحقق منها ولا 5%. عموما كموضوع الاتحاد السعودي لا يوجد حاجة شخصية ولا يوجد أي شيء شخصي، بالعكس. أنا بديت احترامي وتقديري للأستاذ أحمد عيد، لكن يبقى الخلاف الإداري أو يبقى الخلاف حول طموح تطوير الرياضة. أنا رياضي سعودي، رئيس نادي مؤثر وكبير في المملكة العربية السعودية، وأملك طموح في تطوير رياضة بلدي. أزعل ويعني وأصيب بالحرج عندما أشاهد رياضة بلدي أو رياضة تنظم من قبل اتحاد الكرة لازلنا نختلف، نرش الملعب. لحظة، نرش الملعب أو ما نرش الملعب. غياب التنظيمات، غياب كثير من اللوائح الناقصة واللي كانت لا تحتاج إلى جرأة كبيرة. لا يزال الدوري السعودي، لا يزال هو الدوري الوحيد في العالم اللي ما في تنظيم ألف وباء، وين يجلس الفريقين. لا يزال، لأننا ماشيين على تقاليد لها 40 سنة، تقاليد بالية وغير موجودة في كرة القدم، وستنتهي بحول الله وقوته، لأنها ما عندنا قرار، ما نقدر. طيب عندكم جمعية عمومية، ليش توجه أنت دائما سياط نقدك لاتجاه اتحاد القدم؟ دائما معروف أن الجمعية العمومية يبدأ تكوين القرار من الجمعية العمومية. الجمعية العمومية ليست مكان لمناقشة التفاصيل. الجمعية العمومية ليست مكان أيضا لمناقشة اللوائح أو اللوائح التفصيلية للاتحاد السعودي. بالعكس، هي ورش العمل، النقاشات، فتح الشراكة مع الاتحاد السعودي. هذا هو المطلوب. المبادرة من الاتحاد السعودي لفتح الشراكة، هذا هو المطلوب. هذا اللي يبعد أي احتقان، يبعد أي أمور. الجمعية العمومية تشريعات، وهي قبة الاتحاد السعودي. وأي بذرة مشروع تبدأ منها المشروعات الكبرى، خطوط العريضة حتى صغيرة. معلش، هي برلمان رياضي. هي برلمان رياضي، لكن تعال، هي تجتمع مرتين في السنة. الآن هي متأخرة عن الاجتماع المقرر عدة أشهر. بإمكان الأندية أن تطلب اجتماع غير عادي. ستطلب الآن نادي الشباب، سيقوم بمبادرة الآن بطلب اجتماع غير عادي لوجود أمور تحتاج إلى مناقشة سريعة ولا بد البت فيها. طيب
يعني يمكن يكون مقنع للبعض، يمكن يكون غير مقنع للبعض حديث اللي انت قلته الان، لكن اللي واضح ايضا ان هناك ضديه شخصيه بينك وبين رئيس اتحاد كرة القدم على اعتبار مرجعيته الاهلاويه، وانت عاد عندك مسلسل طويل من الاستفزاز والمشاكل مع الاهلاويين. والله المستفز انت. والله لا لم استفز احمد عيد ولا الاخ احمد ولا الاخ احمد عيد، لحظه، ولا الاخ احمد عيد مستفز لاني شبابي، القضيه ليست هكذا. انا ما قلت هو خلاف، انا اقول انت اللي مستفز. لا انا غير مستفز، انا ارغب واحلم برياضه عاليه الجوده. هذه ما تحققت لنا سنة وعدة أشهر، 6 شهور من الانتخابات لم تتحقق هذا، ولم نصل في الطريق السليم. عشان أجيب على إجابتك الاستفزازية ولا اللي في نقطة الاستفزاز، وهي أن إحنا نمد يدينا عدة مرات كشركاء كأندية، نبغى نتعاون مع الاتحاد السعودي للوصول إلى شيء عالي، لكن أعتقد أننا غير مرغوب. إيش كانت الردود؟ غير مرغوب، إهمال، تجاهل، عدم الرد. اعطينا المواقف اللي مديت ويديتكم فيها. كثير مثلا الاتحاد السعودي أخطأ خطأ فادح عندما قرر التدخل في مداخيل الأندية، وعمل 80-20 لمداخيل الأندية. طبعا هذا تدخل غير قانوني، وأنا برأيي أنه يعني أشبه بتدخل غير قانوني، ومعنى صح كأنك تدخلت في مال عام، لأن مداخيل الأندية أشبه بمال عام. فالاتحاد السعودي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد السعودي، وخالفوا بشكل واضح. وإلى الآن وعدنا من 3 أشهر بعمل اجتماع ولا كأنه موجود الموضوع، ولا يعني يا ماني احنا عارفين الحين احنا نستلم على اي اساس. الى الان ما استلمنا، انتهى الدوري من حوالي شهر ولا استلمنا شيء ولا نعرف شيء. هناك امور كثيره لا يعرفها العامه، عشان كذا احنا امور كثيره جدا احنا نطلب اجتماع. انا اقولها لك بكل امانه، اذا اراد الاتحاد السعودي الاجتماع مع خالد البلطان او مع جميع رؤساء الانديه، احنا نجتمع ونعطيهم اللي عندنا. هذا هو الطريق الافضل، وهذا هو الطريق الاحسن، هو التفاهم مش الإعلام. احنا لجانا الإعلام لما حد استمع لنا. جميل. طيب، التصريح الشهير اللي أصبحت القادح بعده، أول شيء يعجبك ولا ما يعجبك القادح؟ والله يعني بشكل عادي، ها؟ يعني بشكل عادي. أنا متعود طيب. على لا مش على الألقاب، متعود على ردود الفعل. طيب، ممتاز. أنت قلت إذا خلعنا الشخصيات الاعتبارية عن أحمد عيد وعن خالد البلطان سيكون أحمد عيد الخاسر الأكبر. نعم. جميل. واضح. عدت وقلت بأنني أنا لا أشير لأي شيء عنصري، ومن اتهمني بالعنصرية عليه أن يثبت ذلك. الحقيقة أن ظاهر النص أو ظاهر التصريح لا يوجد في شيء. بس انتبه يعني انتبه لا تدخل ضمن لا خلي أنا يعني ضمن من يشكك. أنا المعني بخطواتي، خل كل واحد معني بخطواته. أوكي. طيب، أنا بلعب معك لعبة جميلة، خلينا بنخلع الشخصيات الاعتبارية الآن، وبتقول لي كيف خسر أحمد عيد؟ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، خالد البلطان رئيس الاتحاد السعودي رئيس نادي الشباب. نخلعها، يصير خالد البلطان بدون نادي، بدون صفة رياضية، ولا أحمد عيد بصفة رياضية. أنا أجيبها لك. طيب لحظة دقيقة بس، خليني أكمل. بجاوب. لسه ما كملت، أنا بقول اللعبة ما كملتها. علميا خالد البلطان رجل لم يكمل دراسته الجامعية، بينما أحمد عيد رجل يحمل درجة الماجستير. ما في شك. أوكي. اجتماعيا أنت تنتمي لعائلة قبيلة بدوية حضرية، وأحمد عيد ينتمي لعائلة بدوية حضرية. طب وين يخسر فيه؟ وش دخل القبائل في الموضوع؟ لا أنا قاعد لا ما ادخل العلم ولا القبائل. احنا نقول أنا أتكلم. طب وين الخسارة؟ قل لنا. طيب خلنا نجاوب. تفضل. احنا نتكلم عن المناصب، لم ندخل في أي إشكالات ولا مقارنات بين الشخصيتين، لأنه المقارنات قد يتفوق أحمد عيد في أشياء وأتفوق أنا في أشياء أخرى. القضية ما هي كذا، ولا التصريح يم هذا الأمر، ولكن الجدل اللي أشبع فيه الوسط الرياضي في كل أطرافه أصبح مسيطر على الموقف والمشهد. في كل موقف يتم فيه الجدل بشكل كبير. أنا لا أقصد لا أصل الأخ أحمد عيد ولا فصله ولا أي شيء يختص بشخصه، هو رجل كريم وأخ كريم، ولا يمكن أني أفكر أنا بهالأسلوب. القضية هي أتت على المناصب، لا في علمه ولا في ماله ولا في حتى شكله ولا في أي أمر من هذا. الكلام على المنصب. طب ليش يخسر؟
هو يعني خلينا نخلع خلي انا بجاوب، بس انت اعطني فرصه. رئاسه الاتحاد السعودي انا برايي انها اكبر من رئاسه نادي منصب، ما في شك. فانت ما في شك اذا من الخسران الاكبر لما انا اخسر؟ يعني هو اخطا علي وجردني من البدايه من صفتي الاعتباريه، وقال لي تصريح خطير جدا اني انا ما امثل الشباب، ولم يعترف بتمثيلي للشباب في بادرة خطيرة يجب أن يعاقب عليها من الانضباط، ولكن الانضباط جاملت رئيس الاتحاد السعودي ولم تعاقبه. تمام؟ وهذه من ضمن القضايا اللي بنحاسب فيها الاتحاد السعودي. اثنين، عندما أخطأ علي هذا الخطأ أنا رديت لأني حسيت أني أنا مثلا مسني الرجل وأنه مش معقولة يصل الحوار بيننا بهالشكل، فرديت عليه بالتصريح أنه أخطيت في الرد؟ شوف، هو أساء لي وأنا أسأت له. وش أسأت فيه أنت؟ أنا أسأت يعني في قضية حكاية الجدار وفوت الجدار، يعني أسأت التعبير. ما كان عندك إشارة يعني إلى ألوان لا في الموضوع؟ لا مو ألوان أندية، ألوان بشرات؟ لا أعوذ بالله، لا مستحيل يا رجل. ما كان عندك إشارة؟ يبقى احنا نتكلم عن وظائف، وش جاب الألوان؟ يجيب الألوان مستحيل. يعني احنا كلنا إن شاء الله شعب مسلم وإخوان، ولا عمرها جت، واصدقائي بكافة الألوان واحبابنا وشركائنا يعني ما فكرت بحياتي بهالطريقة وبهالاسلوب ابدا. جميل. انا فكرت باسلوب واضح. اتكلم عن وظائف، انا قلت يا جماعة مناصب اعتبارية. لما تشيل منصب كرئيس اتحاد سعودي وانا اطلع من نادي الشباب، ترى انت الخسران. انا بالنسبة لي يعني ما تفرق معي ترى اني اصير رئيس نادي ولا ما رئيس نادي. بالنسبة لي انا عن شعوري. عفوا مهم جدا اني اكمل. ما تفرق معي كثير. واثنين، انا رئاسة نادي الشباب يعني لما اتركها وانت او معنى صح اجردك منها وانت تجردني من رئاسة الشباب، انت الخسران. رئيس الاتحاد السعودي يعني رئيس منظومة كاملة. صحيح. انا جزء من هالمنظومة. طيب. فيفرق. الخسارة هي الكل من الجزء. هذه اي تفسير اخر يتحمل صاحبه هذا التفسير، ومن يفسر بطريقة خاطئة هو يسيء لأحمد عيد قبل ما يسيء لي. وش الإساءة اللي تقول أنا أسأت له؟ ايش اللي تعترف بأن أسأت له أنت؟ الإساءة أنا يعني أسأت إنه كلمة والله كنت بلغت في قسوت في الرد، يعني بمعنى أصح قضية إنه والله كل واحد يأخذك ويفوت بالجدار. كانت هذه ما كانت يجب أنها تصدر مني. تعتذر عنها. شوف، الاعتذار لغة ما راح تسمعها مني. أنا جلست أنا والأخ أحمد عيد وتسامحنا من بعض وانتهى الموضوع. إذا أنت يا بتال اليوم لا اسمح لي بس. لا احنا نسألك بدون أي اعتذار، لأنك أنت لما تعتذر حتى لأحمد عيد لما تعتذر، خليني بس أوضح لك. لما تعتذر بينك وبينه ولما أسألك أنا ما اعتذرت. الاعتذار لا يوجد اعتذار. أنا تم عقابي وأخذت غرامة 40,000 ريال. أحمد عيد أساء لي، لم يتم عقابه ولا حتى أحد سأله عن اعتذار ولا اعتذرت له. لا ما اعتذرت له. طيب اشرح لنا الصورة اللي طلعت فيها أنت والأمير نواف وأحمد عيد ليلة المباراة. والله كانت هذه ببساطة؟ لا، مبادرة كريمة من الأمير نواف. الأمير نواف أمام مناسبة وطنية بطلب من من نفسه. ما فيها شخصيات شبابية تكلمت مع الأمير نواف؟ لا، مبادرة من الأمير. ما أعلم إذا كان فيه، ما أعلم، لكن لا ما أعتقد. ابعدوا نظرية ما يطرح أنه في شخصيات لا. هي مبادرة كريمة من الأمير نواف أمام مناسبة وطنية احنا. فأعتقد أنه أمام هذه المناسبة يوجد خلاف طغى على الساحة شوي. أمام مسؤوليتنا كرجال وطنيين كلنا، فأعتقد أن لازم أن كلمني الأمير نواف وبادرت وأهلا وسهلا ورحبت، وجلست أنا والأخ أحمد عيد وصفت النفوس بكل احترام وتقدير. ويعني الرجل تسامحت أنا وياه من بعض بشكل واضح، بشكل شخصي. ولكن العقوبة ما لها دخل ما تكلمنا في العقوبة إطلاقا. يعني صعودك المنصة لم يكن سماح بإذن من أي أحد أبدا. هو لم يأذن لك أحد ولم يأذن لي أحد، ولن أسمح أحد أنه يمنعني يعني بصراحة لسبب إلا يعني من يملك هذا الأمر. أما لجنة الانضباط لا تملك. لجنة الانضباط تعدت صلاحياتها وتجاوزت صلاحياتها وعدلت بنودها وتحتاج إلى حقيقة إلى محاسبة. جميل. طيب هذا الموسم يعني والموسمين خلينا نقول الثلاثة الأخيرة كثيرة معاركك مع كل من ينتمي للأهلي.
نعم. عندك استفزاز مع الاهلي؟ يستفزك لون الاهلي ولا انت تستفزه؟ مش المشكله مع الاهلي بالضبط؟ والله لا عندك مشكله لون الاهلي ولا لا والله انت متصور هذا الكلام. ما انت متصور. لحظه، اعدلك المواقف. طيب عفوا، انت يا بتعال لا تجتهد بالسؤال وتحاول يعني انك تظهر بمظهر اني بحرج خالد البلطان، فبقول له هالطريقه. انا لا يستفزني الاهلي، والاهلي نادي من انديه المملكه، ولا يعنيني ان فاز الاهلي او اذا انهزم او اذا انا في منافساتي مع الاهلي. الاهلاويين هم من يبادروا بالتقليل من خالد البلطان ومن نادي الشباب. اعطني مثال. كثير، واحد ابغاه. اقرا اي جريده سعوديه فيها كتب. انت تتكلم عن اهلاويين رسميين ولا اهلاويين غير رسميين؟ طويلة. لا افصلها، انا هذه مشكلتي. انا اتكلم عن اهلاويين يمثلون مجلس اداره نادي الاهلي. ما انا لا انظر للموضوع بطريقتك ذي. انا اسالك الان، هل جتك استفزاز واساءه من مجلس اداره النادي الاهلي؟ نعم حصل. كل ما تفعل انت رده فعل. حصل بيان اعلامي، حصل بيان السنه دي، حصل بيان اعلامي مرتين من النادي الاهلي باساءه كبيره وبالغه لشخصي. طيب جميل. انت انك تدافع عن حقك في مثل هذه المعارك، هذا شيء جميل، وانه تكون شخصيه مستقله لنادي الشباب شيء جميل. نشاهدها في اي شيء مع الاتحاد، اتحاد جده، مع اتحاد القدم، مع الاهلي، مع النصر، لكن عندما تاتي الى الهلال تصمت ولا تتحدث. والله يا ابن حلال انت، الله يعني الهلال لم يخطئ علي من سنوات. انا أقول لما كان في خطأ في الاول كنا نرد. انا ولا لحظه، لا عفوا، انا بعطيك اياها. الهلال في احترام متبادل، في احترام، واي شخص يحترمك. انا شخصيا تفرق معي كثير موضوع الاحترام والاحترام المتبادل، وتفرق معي قضيه اللي يصغرك. انا بالنسبه لي ما له يعني ما له اي احترام عندي من يصغرني او كذا. لكن لما يجي الهلال انا وجدت احترام كبير من إدارة الهلال ومن أعضاء الهلال ومن حتى إعلام الهلال. فبالنسبة لي ما في عفوا ما في اختلاف، ما في اختلاف ولا في تقاطع ظهر نحتاج إلى اختلاف. لكن عندما يظهر أمور اختلاف أبدا ما راح. جميل. طيب أنا بضرب لك مثال. في فترة الاحتراف الأخيرة كان ممكن تشتكي نادي النصر في 1.5 مليون في عبد عطيف. نعم. بينما اعتقد، يعني لا تحسبني على الرقم لاني ما اعرف الرقم بدقه، فوق الرقم هذا ب10 ملايين صفقه ناصر الشمراني عند الهلال لم تتحدث عنها. معلومتك خاطئه جدا جدا جدا. صحح. تحضيرك اليوم ما هو صحح لنا. عبد عطيف احمد عطيف هو من يملك المبلغ 1.5 مليون حقة النصر. كيف من يملك المبلغ؟ هو لانه احنا لما طلع عبد عطيف تبقى 1.5 مليون كفله اخوه احمد عندنا. وخصمت. يعني حقك على عبده ولا على النصر؟ انا لا على النصر ولا حقي انا وصلني. اجل. انا سددني احمد نيابه عن عبده. فاحمد صار يملك هذا الحق. للاسف ان احنا صبرنا على النصر اكثر من 1.5 سنة. انت تقول لي عن فلوس ناصر ما لها شهرين، لكن صبرنا لكي نجيب فلوس لاعبنا أحمد عطيف 1.5 سنة للنصر بتأجيل. وأجلت كم مرة للنصر، وطلب من الأمير فيصل التركي عدة مرات أجلت. هو طلب منك؟ طلب مني، وبالأخير شفنا ما في فائدة. والأخ أحمد عطيف، كابتن أحمد عطيف، قال يعني في النهاية يا تدفعوا لي يا تشتكون. فاشتكينا وأخذنا حق لاعبنا، ما له أي علاقة، وهذا حق ولا نجامل في أحد، ولا احنا بحاجة إلى حتى مد هذا الأجل إلى أبعد. بل أني جاملت صراحة وضغطت على أحمد عطيف أكثر من اللازم. موضوع فلوس الهلال غير صحيح، معلوماتك غير صحيحة. فلوس ناصر الشمراني أخذناها عند توقيع العقد الدفعات المقررة، ولا يوجد إلى الآن. الدفعة الثانية باقي لها 2 شهرين، الدفعة الثانية تحل حقت ناصر باقي بعد 2 شهرين. فمعلوماتك خاطئة. احنا كيف معلوماتي خاطئة؟ أنا كنت قبل فترة أتكلم معك في هذا الموضوع، قلت لي ما أعطوني فلوسي. فلوس أنت كنت تقول لي هذه فلوس عبد الله عطيف. لا قلت لي فلوس ناصر. لا مو صحيح. أنت قلت لي لا يا أنت بلسانك قايل لي. يا طويل العمر أنت فهمت خطأ. لا ما فهمت خطأ. أنت بلسانك قلت لي واحنا نحكي عن موضوع الاحتراف، قلت لي يعني قاعدين الهلال يفاوضون أندية بس ما يعطوني فلوسي. هذه أولا أنا كنت أتمنى منك أنك يعني على الأقل تحترم الكلام الخاص.
الفصل اللي بيننا. ما فيها إصرار هذه. ما عليه هذا ما فيها سر. ما عليه، لا تدافع عن نفسك. أنا برضه لا ما فيها سر. ما فيها سر. ناصر الشمراني ما أبغى من الهلال إلا بعد شهرين في 1/7 يأتي أول قسط، وكل الأقساط الباقية مسددة بالكامل. فلوسي اللي لا زالت عند الهلال، لا زال بقية فلوس في بقية عبد الله عطيف. عبد الله عطيف بيناه ب10 مليون. الرقم سر؟ انه لا، رقم صفقة ناصر لانها اختلفت. صفقة ناصر 27 مليون اللي جاء الشباب لنادي الشباب. لانه انت عارف في ارقام كثيرة ظهرت في الفترة الأخيرة. لا خذها مني تفصيليا. 27 مليون. اعيد بس اقفل موضوعك حق عبد الله عطيف. 2,800,000 تحل بعد فترة الانتقالات في 1/2 بعد قفل فترة الانتقالات، وكانت 4 مليون ريال وسددوا جزء منها كبير نادي الهلال، بقى 2,800,000 والهلاليين كل فترة يسددون. هذه واحدة. 2 موضوع 27 مليون، احنا 18 مليون على نادي الهلال، 7 مليون على اللاعب تكفل فيها نادي الهلال، و2 مليون على اللاعب لمن؟ للشباب. لأن الشباب معطي ناصر مقدمات في عقده فاسترجعناها. جميل. وتكفل فيها نادي الهلال ويسددها نادي الهلال نيابة عن اللاعب، يخصم على اللاعب، هذا شأنه. جميل. المليونين الأخيرة لأن 7 و18 25 المليونين عند توقيع العقد أعطانا إياها عضو شرف. جميل. بحاول أطلع من الموضوع المعارك عشان أروح لموضوع الإنجاز في المباراة الثانية، بس أبغى أختمه. يعني اللي يتابع شخصية خالد بلطان أنه فعلا في تصاعد كبير في شخصيتك في الإعلام وخبرة في تناول أو التعاطي مع الإعلام. بس اللي يدقق أكثر يرى أنه خالد البلطان في السنوات الأخيرة أصبح رجل يصور نفسه بأنه لا يخسر في أي معركة. أنا ما عمري صورت نفسي أبدا، بالعكس. الإنسان اللي يخوض معارك لازم يفهم أنه يخسر جولات ويكسب جولات. بالنسبة لي أنا متصالح مع نفسي. أنا المعلومات عندك هذا الإيمان من الواحد يخسر إيمان كبير جولات. وحتى لو خسرت مباراة أنا من النوع اللي ما لا أتكلم عن معركك الإعلامية، مباريات ما بالعكس. لو يعرفون خصومي لأني لا أزعل كثير عندما أخسر. حلو. ممكن يتضايقون. أنا لا أزعل كثير عندما أخسر ولا أفرح كثير عندما أنتصر. جميل. بالنسبة لي أخذ الأمور يعني برود عالي، وأنا نفسي طويل. عادة نفسي طويل. في البارح خسرت معركة أمام فيصل بن تركي. أي معركة؟ معركة علي الخيبري؟ لا أبدا، ما هي معركة مفاوضات. احنا لما نقول معركة فهي ليست يعني نتكلم عن صراع وخناقة. لا ما هنا خناقة. القضية أبدا لا أخسرها نهائيا، ولم أخسرها ولم أدخل في المعركة. أنا قدمت عرض وتم قبول هذا العرض من قبل اللاعب ومن قبل النادي. فوجئت البارح أنه والله بيرفعوا الأسعار. من يرفع الأسعار؟ العروبة تبغى سعر أعلى واللاعب يبغى سعر أعلى. أفهمت مندوب العروبة اللي هو الأستاذ حمود الشمري. كانوا عندك في البيت؟ كان عندي حمود الشمري نائب رئيس وكيل اللاعب غرم العمري. قلت لهم أنا بالنسبة لي منسحب، أنا لا أستطيع أني أرفع. أنا عندي القضية لا يوجد لاعب بالنسبة لي أعمل له مزايدات. أي لاعب في المملكة ما يستحمل ذا المزايدات. أنا لا عندي استعداد أعمل مزايدات، لا عندي استعداد حتى أن يخوض سحب مالي يكلف النادي ديون ويدخل النادي. في النهاية النادي أمانة عندي وأنا رئيس. شفت أنك تصور نفسك أنك ما تخسر معارك؟ والله لا، أنت مصر. أنا بقول لك يعني إذا أنت مصر لحظة إذا أنت مصر عفوا إذا أنت مصر إني عشان أكسب معركة أروح أخسر النادي ملايين. ما خسرت النادي، دخلت واسطات البارحة. خالد بن سعد اتصل على فيصل بن تركي يطلبه ينسحب. هذه واحد. لا أعلم. العقود كانت موجودة على طاولتك، واتصلت أكثر من مرة على رئيس النادي وقلت إحنا متفقين من شهر على 3 مليون ولا منوقع. هذه جزء من المفاوضة. جزء من المفاوضة، لكنك دائما تصور نفسك على أنك لا تخسر، مع أنك البارح خسرت ما فيها شيء. قبل شوي تقول لي أتقبل. لأنك مشكلك عواطفك النصراوية يا بتال تهيئك. إذا كنت أنا نصراوي فأنت نصراوي قبل. ما عليه، أنا كنت نصراوي ولكن الآن أنا شبابي 100%. ما في شيء. عواطفك النصراوية تؤهلك أن في معركة صارت البارح، معركة بين طرف غائب. أنا رجل لم أدخل هذه المعركة نهائيا. أنا شفت لا ما دخلت عفوا دخلت وخسرت، ولكن يعني الكبرياء والغرور اللي موجود لديك يعني ما يخليك تقول اني خسرت. يا بتال الحوار يجب أن تنصت. الحوار إنصات، لازم تنصت لي عشان أعبر
لا أنت تقاطعني كثير. تفضل. أرجو الإنصات، بس أرجو أنك يعني تزيد الإنصات قليلا عشان احنا نقدر نوصل للحل. البارح لا أعلم عن اتصال خالد بن سعد، الأمير خالد بن سعد. والثاني ما وسطته؟ لا ما أبدا، ما اتصل على فيصل بن تركي؟ ما أعلم حتى الآن إذا كان اتصل أو ما اتصل، ما أعلم. أي اتصالي برئيس نادي العروبة قلت لك الآن، كان في اتصالات بينه وكان نائب الرئيس عندي لما عرفت. كانت العقود جاهزة؟ كانت العقود جاهزة على الاتفاق، ما هذا شيء لا ننكره. جميل. أنا لا أنكر هذا الشيء، أقول لك هي مش معركة ولا جميل. حتى أنا لو كنت أبغاها معركة، يوم سمعت عرض النصر 6 مليون قلت 7. وهل أنا عاجز؟ وإذا قالوا 8 قلت 10. هل أنا عاجز؟ ماني عاجز. لكن أنا عاقل. أنا كنت متفق ب3، طلع السعر 6. والله ما كان في البارح خصومة مع لا رئيس نادي العروبة بعد انتهاء الصفقة؟ أبدا ما تخاصمتوا؟ لا أبدا نهائيا. وأي شخص يقول لي أنا تخاصمت مع رئيس العروبة، هذا أصلا ما تكلمنا، احنا اعتذرنا، وبالعكس قلت يا جماعة الموضوع انتهى. أنتم بتجلسون معنا وتسمرون عندنا الليلة ونلعب بلوت، الله يحييكم. في الموضوع ذا انتهى. الساعة 12 كنا قفلنا وانهينا. جميل. نقفل ملف المعارك عشان يستفزك واجد. والله انت تسوي نفسك انتصار، تبتل كل اسئلتك. احنا في برنامج تلفزيوني، ما في انتصار وخساره، في حوار. نجيب لك مويه مو مشكله. تفضل. بننتقل لوقفه قصيره، نفتح ملف الانجاز بعدها. يا هلا وسهلا. وقفه اولى نتابع بعدها حلقه هذا المساء، وفيها البلطان من رئيس ممنوع من دخول المنصة إلى أول رجل يدلف إلى الجوهرة. إنجاز استثنائي يروى بتفاصيل جديدة. نكمل؟ كمل. فوكس تايتان سوبر سن، زيت فائق الأداء. كمل. كمل مع فوكس تايتن سوبر سن، واحصل على فرصة لربح تذكرتين لحضور مباراة حدث العالم 2014 في البرازيل. كمل. كمل. نكمل. كمل. نكمل. كمل. نكمل. نكمل. فوكس تايتان سوبر سن، زيت فائق الأداء. كمل. أنت نقل عنك القول في إحدى المقابلات بأن حوالي 80% من أبناء الطائفة العلوية في سوريا هم ضد الرئيس الأسد. 80% من العلويين، أنا متأكد من هذه المعلومة، ضمنيا هم ليسوا مع بشار. طيب هل تقول بأن هناك فعلا قادة عسكريين علويين يرغبون في الانشقاق؟ هل سمعت من سنتين عن انشقاق ضمن صفوف الجيش السوري؟ الفنان السوري فؤاد حميرة. أنت تقول في أحد التصريحات بأنه لو كان الأمر بيد العلويين، ودعني هنا أنقل وهذا ليس رأينا، لدعسوا بشار الأسد. قلت هذا الكلام؟ نقطة نظام مع حسن معوض، الجمعة 8:30 على شاشة العربية. مدارس التربية النموذجية، 55 عاما من الريادة والتميز. Allure Sport ou Extrême, Chanel. هنا جوسي من كنوز الطبيعة. أنت حفيدي الأول، وفرحتي بقدومك لا توصف. ستواجه تحديات وتتخطاها. غدا ستكبر وتكبر طموحاتك. سينتظرك مستقبل واعد تسعى فيه لتطوير أفكارك وتحقق تفوقا يتخطى الحدود لتستمتع بنجاحك مع من تحب. تطلع للمستقبل.
بكم من جديد. من جديد ارحب بخالد البطان. كان يقول لي لا تزعل وانا ما راح ازعل، وانا ما راح ازعل. انا ما ازعل، بس انت بان فيك. لا ما ازعل، لا ما ازعل. خلينا نتكلم عن الانجاز. طيب اللي يعرفك برا الاستوديو ما يزعل منك. لا شكرا، ولا ما ازعل منك. ولا في زعل، هو حوار تلفزيوني صدقني يعني. الانجاز من رجل صدر قرار بحقه عقوبة منع الى رجل يصعد المنصة الاول، ماذا يعني لك هذا؟ الحمد لله، هذا توفيق من الله قبل كل شيء. توفيق. كان لها لذة خاصة؟ جدا، لا لذة. فسرها لي. يعني كانت حقيقة الحمد لله. يعني لو والله يعني لو اني انا كنت اجلس مع نفسي واتمنى سيناريو يصير لي، يعني اتمنى ان يصير في هالموسم، في المباراة النهائية، اتمنى انه يصير سيناريو، والله اتمنى يصير كذا وكذا، امنية. اي لكن ما صارت هالأمنية أفضل من اللي الله قسمه لي. الله قسم لي وكتب لي شيء يعني يستحق الشكر والثناء. كيف كانت خطواتك المنصة وانت في تردد انك تطلع ما تطلع قبل البطولة، وعقوبة وما عقوبة، وطلعت إلى المنصة واخذت الكاس من يد الرجل الأول في البلاد؟ ما في شك، هذا شرف كبير لي، شرف كبير. وكان تظل هي البطولة الأثمن في تاريخك؟ الأثمن في تاريخي وفي تاريخ نادي الشباب، وأنا أعتقد أنها ممكن من أكبر بطولة في تاريخ المملكة. ليش؟ حدث غير طبيعي. كان تشريف سيدي خادم الحرمين استثنائي. تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين كان غير طبيعي. بافتتاح الجوهرة المشعة استاد الملك عبد الله. شو قلت اللاعبين قبل المباراة؟ كيف حضرتهم؟ كان واضح ان اللعيب الشباب داخلين يفترسون اللي قدام. حضرتهم بالأولويات، فهمتهم طبيعة 10 دقائق. ايش قلت لهم؟ قلت لهم بالضبط من يبي منكم يكون أول لاعب يسجل هدف، من يبي منكم أنت يا وليد احرص أنك تسخن قبل حارس الأهلي، خلك في تاريخيا وليد عبد الله أول لاعب بتاريخ المملكة يطأ قدمه رسميا أرض الملعب. أي قاعد أحضرهم للأهمية في ركبوا تحفيز ركبوا الموجة. يعني ما باتوا ذيك الليلة لهم راكبين التحفيز وراكبين المباراة. ما قلت لهم ان المكافآت مدبلة الا بعد المباراة؟ لا 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 لا، عمري ما تكلمت عن مكافآت بعد المباراة. بعد المباراة إيه، لا قبل. لا، الكلام لازم نكون الأول، لازم نكون الأولويات. بكرة طويل العمر جاي، تشريف طويل العمر له وضع ثاني. جميل. يعني زي كذا بهالطريقة لازم انك تطلق الطاقات داخلهم، تفجر الطاقات داخلهم. جميل. استغليت الارهاق اللي بين النصر والهلال وصراعهم طول الموسم في هالبطولة في انك تاخذها كهدف مرحلي قصير المدى؟ شوف، الصراع اللي بين النصر والهلال ازعجني كثير. ازعجني كيف؟ كاستراتيجية لنادي الشباب، انا رجل يعني احب الاستراتيجيات واحب امشي بخطط على الاقل واضحة بالنسبة لي.
يعني كان ممكن الشباب يغيب او يرجع او يتراجع، أو يطلع من الموسم بدون يطلع شيء. من الموسم بدون شيء ويطلع ويتراجع. ما حصل بنصف الموسم، صرنا على الهامش نوعا ما. لكن اشتغلنا وعملنا وده لين قدرنا ان نخرج النصر ونخرج الهلال. نعم. خدمك صراعهم؟ ضرني. لا، خدمك في المنافسه، اقصد انهم هم شدوا حيلهم في بعض وتركوا بطوله كاس الملك. المنافسه شادين حيلهم مع بعض وعلينا وعلى الناس كلها، يعني المنافسه الرياضيه ما ترحم احد. لا، انا خروج النصر والهلال تنافسهم خلى الشباب يتراجع خطوه اعلاميه للخلف، لكن بروز الشباب ويصير الأكثر تأثيرا في الدوري، إن أثرنا في الدوري وأثرنا في البطولات الأخرى وصرنا الأكثر تأثيرا الآن في البطولة الكبرى وهي بطولة خادم الحرمين الشريفين، كاس خادم الحرمين الشريفين. أعتقد أننا خرجنا من موسم جيد واستطعنا أن نصل للشباب بمنأى عن هذا الصراع. قلت لأحمد عيد هارد لك في المنصة؟ إيه. هارد لك على إيش؟ والله جت عفويه، لانه كان اولا في اتفاق بيني وبينه عند نواف بن فيصل انه قال انا حقول. لا، هو قال لي اوكي، هو قال لي انا حقول لك هارد لك. عشان كذا انا اقول لك في بدايه الحوار انك انت تستفز الناس كثير يا اخي. هارد لك رئيس اتحاد كره القدم يا استاذ خالد. طيب لحظه بس، انت مصر ترجع للنزاعات مره ثانيه. لا طيب. والله بس هارد لك انت فايز طالع تقول رئيس اتحاد القدم هارد لك. طيب خليني اجاوب. اثناء حديثي معه عند الامير نواف قال انا بكره حقول لك هارد لك، انت مهزوم. ايوه. قلت له لا، انا فايز وحرفع بيمناي الكاس وحتشوف. وحقول لك هارد لك ولا ما قلت؟ قلت له حقول لك، انا اللي حقول لك هارد لك. طيب تقبلها هو منك؟ ايه تقبلها، ومعروف احمد عيد، الاخ احمد عيد اهلاوي معروف، يعني ما يتنصل. طبعا حارس الاهلي وكابتنه وكابتنه ورئيسه سابقا. ورئيسه. نعم. صحيح. ايش المشكله؟ ما كلمه طبعا يعني كلمه هارد لك كلمه طيبه ما فيها شيء، ما فيها حظ طيب مره، ما فيها شيء. بطولات كثيره في تاريخك في السنوات الاخيره يطلبون مني بريك عشان نروح البارت الاخير، بس ابغى ارد منك، تظل هذه هي جوهره بطولاتك؟ ما في شك، البطولة الأخيرة هي قمة البطولة وجوهرة البطولة وأعز البطولة. بسألك هل يكفيني فخرا أني الرئيس النادي السعودي الوحيد اللي استلم من سيدي خادم الحرمين الشريفين 4 بطولات. نعم. وهذه فخر. بسألك هل هي آخر بطولة؟ بس بعد الفاصل الجاي إذا سمحت لي. إذا سمحت لي. انقلها وقفة إذا أخيرا نتابع. من جديد ارحب بخالد البطان، كان يقول لي لا تزعل وانا ما راح ازعل، وانا ما راح ازعل. انا ما ازعل، بس انت بان فيك. لا ما ازعل، لا ما ازعل. خلينا نتكلم عن الانجاز. طيب. اللي يعرفك برا الاستوديو ما يزعل منك. لا شكرا، وانا ما ازعل منك. ولا في زعل، هو حوار تلفزيوني صدقني يعني. الانجاز من رجل صدر قرار بحقه عقوبة منع إلى رجل يصعد المنصة الأول، ماذا يعني لك هذا؟ الحمد لله، هذا توفيق من الله قبل كل شيء، توفيق. كان لها لذة خاصة؟ جدا، لا لذة. فسرها لي. يعني كانت حقيقة الحمد لله، يعني لو والله يعني لو اني انا كنت اجلس مع نفسي واتمنى سيناريو يصير لي، يعني اتمنى ان يصير في هالموسم، في المباراة النهائية، اتمنى انه يصير سيناريو، والله اتمنى يصير كذا وكذا، امنية. اي. لكن ما صارت هالأمنية أفضل من اللي الله قسمه لي. الله قسم لي وكتب لي شيء يعني يستحق الشكر والثناء. كيف كانت خطواتك المنصة وانت في تردد انك تطلع ما تطلع قبل البطولة، وعقوبة وما عقوبة، وطلعت إلى المنصة واخذت الكاس من يد الرجل الأول في البلاد؟ ما في شك، هذا شرف كبير لي، شرف كبير. وكان تظل هي البطولة الأثمن في تاريخك؟ الأثمن في تاريخي وفي تاريخ نادي الشباب، وأنا أعتقد أنها ممكن من أكبر بطولة في تاريخ المملكة. ليش؟ حدث غير طبيعي، كان تشريف سيدي خادم الحرمين استثنائي. تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين كان غير طبيعي. افتتاح الجوهرة المشعة استاد الملك عبد الله. شفت اللاعبين قبل المباراة كيف حضرتهم؟ كان واضح ان اللعيب الشباب داخلين يفترسون اللي قدام. حضرتهم بالأولويات، فهمتهم طبيعة 10 دقائق. ايش قلت لهم؟ قلت لهم بالضبط من يبي منكم يكون أول لاعب يسجل هدف، من يبي منكم أنت يا وليد احرص أنك تسخن قبل حارس الأهلي، خلك في تاريخيا وليد عبد الله أول لاعب بتاريخ المملكة يطأ قدمه رسميا أرض الملعب. أي. قاعد أحضرهم للأهمية في ركبوا تحفيز ركبوا الموجة
يعني ما باتوا ذيك الليله لهم راكبين التحفيز وراكبين المباراه. ما قلت لهم ان المكافآت مدبله الا بعد لا المباراه؟ لا لا لا، عمري ما تكلمت عن مكافآت بعد المباراه قلت. بعد المباراه اي، لا قبل، لا الكلام لازم نكون الاول، لازم نكون الاولويات. بكره طويل العمر جاي، تشريف طويل العمر له وضع ثاني. جميل. يعني زي كذا بهالطريقه لازم انك تطلق الطاقات داخلهم، تفجر الطاقات داخلهم. جميل. استغليت الارهاق اللي بين النصر والهلال وصراعهم طول الموسم في هالبطوله في انك تاخذها كهدف مرحلي قصير المدى؟ شوف الصراع اللي بين النصر والهلال ازعجني كثير. انا ازعجني كيف كاستراتيجيه لنادي الشباب. انا رجل يعني احب الاستراتيجيات واحب امشي بخطط على الاقل واضحه بالنسبه لي. يعني كان ممكن الشباب يغيب او يرجع او يتراجع، أو يطلع من الموسم بدون يطلع شيء. من الموسم بدون شيء ويطلع ويتراجع. ما حصل بنصف الموسم، صرنا على الهامش نوعا ما. لكن اشتغلنا وعملنا وده لين قدرنا ان نخرج النصر ونخرج الهلال. نعم. خدمك صراعهم؟ ضرني. لا، خدمك في المنافسه، اقصد انهم هم شدوا حيلهم في بعض وتركوا بطوله كاس الملك. المنافسه شادين حيلهم مع بعض وعلينا وعلى الناس كلها. يعني المنافسه الرياضيه ما ترحم احد. لا، انا خروج النصر والهلال تنافسهم خلى الشباب يتراجع خطوه اعلاميه للخلف. لكن بروز الشباب ويصير الأكثر تأثيرا في الدوري، إن أثرنا في الدوري وأثرنا في البطولات الأخرى وصرنا الأكثر تأثيرا الآن في البطولة الكبرى وهي بطولة خادم الحرمين الشريفين، كأس خادم الحرمين الشريفين. أعتقد أننا خرجنا من موسم جيد واستطعنا أن نصل للشباب بمنأى عن هذا الصراع. قلت لأحمد عيد هارد لك في المنصة؟ إيه. هارد لك على إيش؟ والله جت عفويه، لانه كان اولا في اتفاق بيني وبينه عند نواف بن فيصل انه قال انا حقول. لا، هو قال لي اوكي، هو قال لي انا حقول لك هارد لك. عشان كذا انا اقول لك في بدايه الحوار انك انت تستفز الناس كثير يا اخي. هارد لك رئيس اتحاد كره القدم يا استاذ خالد. طيب لحظه بس، انت مصر ترجع للنزاعات مره ثانيه. لا طيب. والله بس هارد لك انت فايز طالع تقول رئيس اتحاد القدم هارد لك. طيب خليني اجاوب. اثناء حديثي معه عند الامير نواف قال انا بكره حقول لك هارد لك، انت مهزوم. ايوه. قلت له لا، انا فايز وحرفع بيمناي الكاس وحتشوف. وحقول لك هارد لك ولا ما قلت؟ قلت له حقول لك، انا اللي حقول لك هارد لك. طيب تقبلها هو منك؟ ايه تقبلها، ومعروف احمد عيد، الاخ احمد عيد اهلاوي معروف، يعني ما يتنصل. طبعا حارس الاهلي وكابتنه وكابتنه ورئيسه سابقا. ورئيسه صحيح. ايش المشكله؟ صحيح. ما كلمه طبعا يعني كلمه هارد لك كلمه طيبه ما فيها شيء، ما فيها حظ طيب مره، ما فيها شيء. بطولات كثيرة في تاريخك في السنوات الأخيرة يطلبون مني بريك عشان نروح البارت الأخير، بس أبغى رد منك. تظل هذه هي جوهرة بطولاتك؟ ما في شك، البطولة الأخيرة هي قمة البطولة وجوهرة البطولة وأعز البطولة. بسألك هل هي يكفيني فخرا أني الرئيس النادي السعودي الوحيد اللي استلم من سيدي خادم الحرمين الشريفين 4 بطولات. نعم. وهذه فخر. بسألك هل هي آخر بطولة؟ بس بعد الفاصل الجاي إذا سمحت لي. إذا سمحت لي. انقلها وقفة إذا أخيرة نتابع بعدها في المرمى. من جديد أهلا بكم، حلقتنا الاستثنائية مع خالد بلطان رئيس نادي الشباب. من جديد أهلا بك. هلا. أحبك أكثر لما تبتسم. الله يسلمك. تشتري نادي إنجليزي؟ أفكر مشروع قادم إن شاء الله. قريبا؟ قريبا، وعندي دراسات كثيرة. صرفت في 10 سنوات 700 لا مليون؟ لا كثير. لا قريب الرقم؟ لا يعني بال500 صرفت. نصف مليار؟ بدون شك. طبعا هذا تتكلم عن جيبك الخاص ولا كل شيء مع الرعاية مع كل شيء؟ لا جيبي الخاص. لا جيبي. قرارك الأخير ستغادر الوسط الرياضي بالبطولة الجوهرة؟ هذه بطولتك الأخيرة؟ لن أغادر الوسط الرياضي. أتكلم رئاسة نادي الشباب. سأغادر للأسف. أبغى أسمعها منك بوضوح وشرح. للأسف يعني أنا قرار صعب، قرار مهم. أنا يعني اتفقت مع سمو الأمير خالد بن سلطان، وهو على فكرة هو رجل الشباب الكبير، وهو الأب والوالد لكل الشبابيين، وهو الرمز وإحنا من خلفه. ولا يمكن أن يأتي رجل بتاريخ نادي الشباب لا اليوم ولا بكرة زي الأمير خالد بن سلطان. اللي أنا بقوله كلام واحد مهم، أني أنا أعطيت كل شيء، أعطيت كل اللي عندي، تعبت، اشتغلت ليل نهار، كنت أحيانا لوحدي، أعطيت أشياء كثيرة. خلاص يعني أعتقد 8 سنوات برئاسة نادي الشباب. أبي أسمع منك بوضوح، اليوم تعلن قرار استقالتك؟ في 30/5 سأقدم استقالتي رسميا من رئاسة نادي الشباب. يعني بعد أيام؟ بعد أيام.
رسميا. وأنا يجب على الشبابيين اختيار رئيس آخر بعدي. الرئيس القادم أنت ستختاره خالد معمر؟ لا أعيد وأكرر لأن هذا قرار مهم. أعيد وأكرر، خالد البلطان في 30/5 لن يكون رئيس نادي الشباب. نعم. تم الاتفاق مع كل أطراف الشبابية. تم الاتفاق مع سمو الأمير خالد بن سلطان. تعلن استقالتك من هنا الآن. نعم، والأمير خالد بن سلطان معه خبر بالموضوع يا أخي هذا قرار بالنسبة لنا الإعلاميين سيء هذا القرار. ليه؟ لأنك أنت يعني خلاص أنت ما حد تستضيفني ولا الطاق معك ولا تهاوش معك مرة آخر مرة. لا أنت تضيف يعني الحقيقة نكهة. شوف طال عمرك، عشان شكرا، لكن عشان قراري يكتمل بشكل، أنا لن أدع الشباب، لن أترك الشباب، سأدعم الشباب، سأقف بكل ما أوتيت من قوة وراء الشباب، سأدعم أي شبابي. بتصرح نفس التصاريح حتى والله إذا اضطر واحتاجني الشباب إلى نفس التصاريح وإلى نفس القوة أتي بقوة. أجب راحتك، استقل إذا كانت موجودة تصاريحك وإحنا نشتغل عليها. شكرا. الشيء الثاني، أنا يعني أعتز بما دعمني فيه الشبابيين، الأمير خالد بن سعد، أمير خالد بن فيصل بن سعد رئيس الشرفي، الأمير عبد الرحمن تركي، جميع الشرفيين الشبابيين. نعم. لكن أنا أقول لن أخذلكم، سأبقى في الشباب، ولكن أتمنى تشوفون رئيس ثاني. أنا سأبقى إلى 30/5 حتى أرتب الوضع المالي، أرتب الأشياء اللي عشان أسلم النادي نظيف بدون ديون. سأسدد جميع الديون. في ديون الآن، في مستحقات طبيعي، لكن حقفلها كلها بالكامل، ولن أجعل النادي عليه هللة واحدة وسلمه سليم. هذا الحاضر أخذنا البطولات. بيكمل مجلسك، مجلس إدارتك؟ وخالد المعمر للأسف أنه رافض يكمل، لكن هذا أنا مين البديل؟ لا أعلم. لازم نجتمع كشبابين، لم نجتمع، لازم نجتمع. تجتمع مع الأمير خالد قريبا؟ بدون شك، أنا حسافر لسمو الأمير خالد قريب. عندك اسماء مقترحة؟ والله أنا مهم جدا جمهور الشباب يسمع منك إنه إذا في والله يعني بالعكس يجب نجتمع كأعضاء لو مورست عليك ضغوط إنك تستمر؟ مستحيل. انتهى القرار. أنا أعطيت كل ما لدي. أكثر من 8 سنوات الرئاسة نادي سعودي كثير. طيب كثير أعطيت. هل هذا قرار مغادرة الوسط الرياضي ولا استراحة محارب؟ لا، ما هي ليست مغادرة للوسط الرياضي. سأبقى عضو شرف داعم وفعال، لكن كرسي الرئاسة، لكن لن أرجع مرة أخرى لكرسي الرئاسة. لن أعود خلاص. كرسي الرئاسة يجب أن يجي شخص يمسك يمسك الراية ويطلع. أحد أعضاء المهمين في ملف التخصيص، حتى لو جاء التخصيص شيء آخر. لما يجي التخصيص تصير شيء هناك كلام آخر. وأتمنى أن ننتهي بسرعة من ملف التخصيص، لأن قدمنا ملف رائع. الحقيقة أنه هو دعم مهم لك، وأنت تغادر تحمل كأس الجوهرة من ملعب الجوهرة، بارك الله كأس الملك الجميل من الملعب الجميل. بارك الله أهنيك على هذا الإنجاز في نهاية مسيرتك، وأشكرك لحضورك في المرمى من دبي، وما بقى عندنا وقت أنك تعلق، وممنون لك هذا الحضور وتشريف البرنامج أيضا. شكرا جزيلا. خالد البطل رئيس نادي الشباب يعلن استقالته من نادي الشباب في 30/5 نهاية هذا الشهر. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم، طيب المتابعة.